صباح الفل، صباح الجمال. ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ كله تمام؟ النهارده في حاجه جديده كده عايز اعرفكم عليها، وهي بالنسبه للي حاصل على باسبورات اجنبيه. والباسبورات الاجنبيه خاصه بدول شنجن، 27 دوله، زي فرنسا، اسبانيا، النمسا، هولندا، كل الدول دي، وامريكا وكندا واليو كي اللي هي انجلترا واستراليا. طب ايه الحكاية؟ الحكاية انا معايا باسبور اجنبي ومقيم هنا في مصر، يعني في اجازة في مصر مثلا، او سايب اولادي في مصر ومعاهم الباسبورات بتاعتهم، وانا عايز اجدد الباسبور ده. تمام، بقى خلاص بقى اكسباير او قرب يبقى اكسباير، فانا عايز اجدده ازاي؟ لازم اكون متواجد في نفس البلد اللي انا فيها. لو انا معايا باسبور يو كي مثلا لازم اكون في انجلترا، أو مش شرط. لو انت متواجد في مصر نقدر ان احنا نجدد لك الباسبور بتاعك. تمام. بتتواصل معانا، بناخد منك اصل الباسبور، بناخد منك صورة على حسب حجم السفارة اللي انت تابع ليها او الدولة اللي انت تابع ليها، وبنعمل احنا بعض الاوراق الخاصة بالتجديد، وبندفع الرسوم بتاعة تجديد الباسبور. في رسوم بتدفع اونلاين، في رسوم بتدفع بالفيزا لما الباسبور يوصل هناك هما بيسحبوا الفيزا بتاعتك، وفي رسوم انت بتضطر تدفعها فين؟ في البنك التابع للسفارة، او كاش في السفارة نفسها. تمام. فاحنا التجديد ده، اي حد محتاج يجدد، او هو حتى قاعد في اوروبا وساب اولاده هنا مع زوجته او العكس، يتواصل معانا واحنا تحت امره ان شاء الله باذن الله. وتحياتنا وصباحكم زي الفل.